اهدى بس ثواني يا ابو. شو رايك يا ابو معاذ؟ شو رايك؟ انا اعرض عليك عرض انه انت، انا اعرفك صراحه، اخر حوار وياك كنت محترم جدا. انت وابو عمر الشامي الله يحفظك، انت جيد، انت وابو عمر الشامي وانا والحاج اسد الله نعمل مناظره في موضوع الامامه، شو رايك؟ طب الان بس قول لي وين الخوي قال يا طيب، وبعد كده اعمل مناظره. نكمل الحوار، لكن انا بدي اتفق وياك على اتفاق قبل ما يكمل الحوار. خاف بعد شويه تنزلنا وما نتفق. شو رايك؟ تقبل بهذا العرض؟ والله ما عندنا اشكال يا ابو عمر، انا وانت عندنا مناظره مع سيف واسد، والله ما عندنا مشكله يا سيدي، اشهد الله. الان يا اعطيني الموعد ابو. لا لحظه ما نازل والله، باقي معاك شبيك، بس اريد الموعد ونحدد الوقت وكذا. اهدأ شوي. يلا انت امتى عاوز المناظره في اليوم؟ اليوم شو من الايام؟ اليوم 3 صح؟ اليوم عندنا حفله بالليل في بث الاخت خيزرانه لحافظه القران وكذا. بكره بالتوفيق ان شاء الله. بكره ان شاء الله. بكره الاربعاء يعني؟ لا بكره ما اقدر، الاربعاء. خميس يعني اربعاء خميس. شو رايك السبت يا ابو معاذ؟ طب ايش رايك اعرض عليك عرض لا تتخيل؟ ايش رايك المناظره الان في الامامه؟ ايش رايك؟ الان انا وانت والحاج اسد طلع للشغل، يعني شلون من الصباحيات واحد ناظر بالامامه؟ طيب يوم الخميس اسد بقول لك. لا مو انا اشوف، بس اسمعني مو انا اليوم بكره عفوا، والاربعاء وخميس وجمعه يعني مو موجود، يعني مسافر. تمام، عندي يعني قضيه اتسافر. فيوم السبت انا موجود وانت وابو عمر الشامي موجودين. يوم السبت انا والحاج اسد وانت وابو عمر الشامي. لا انا بدي اجي معك. احنا عندنا الحفله في بث الاخت الساعه 8 مساء بتوقيت مكه. 9 ابو عمر ايش رايك؟ 9 بتوقيت مكه. اليوم مناظره 2 هي موافقه. هو عاوز احنا الاربعه، خلينا احنا الاربعه. وين الاشكال ابو عمر؟ يلا يا ابو عمر الشامي هدي علينا يا ابو عمر، هدي خلاص يبقى انا اتوسط. ابو معاذ انا اتوسط الكيف. بعرفك انت مين اللي تصدرك تحاول؟ انت مين بيصير بيعيط؟ ايش بيها؟ لا اهدى ابو عمر، اهدى شوي. الان نروح نسمع مناظرته مع احمد مع عماد. ابو عمر انت قديم ويا حاج اسد، وحاج اسد صديقك من زمان، من كنت صوفي انت، تمام؟ فماكو مشكله اذا مزح وياك بالحوار. انت منكم صوفي؟ هو انا بعرفه من سبت. يا عم مو انا الي تارك. اي ممكن الدرويش يعني. وين كنت انا بالفيس. هسه ما لنا علاقه ابو عمر، ما لنا علاقه. حتى لو كنت ملحد انا شو يخصني. اسمعني اليوم ان شاء الله على كلام ابو معاذ الساعه 9 بالليل، شو رايكم؟ ممتاز، خلاص احنا موافقين. خلاص الان قول لنا بقى وين الفوق قائد متواتر. لا خلينا نكمل، خلينا نتفق. ابو عمر اكيد اليوم اعمل اللي انت عاوزه يا عمي، احنا هنيجي ضيوف اللي انت عاوزه هنعمله لك. الان قول لنا وين الخوئي قال هذا الحديث متواتر، وين قال؟ هذا قلت لك في معجم رجال الحديث موافقين اليوم على المناظره. ابو عمر جاوب، لا تقول ابو معاذ فد شويه ما قال لي. جاوب لك نحن موافقين، انت معك بس انتوا تعالوا. حجي اسد ان شاء الله اليوم مناظره الساعه 9 بالليل مع ابو معاذ وابو عمر الشامي في الامامه. ممتاز. الان وين؟ يلا اتفقنا، نرجع للحديث. وين قال ان هذا الحديث متواتر؟ يلا تفضل. في معجم رجال الحديث جزء 16 صفحه 157. ابو عمر لما الخوئي يقول كادت ان تصل، كادت ان تكون متواتره، يعني متواتره؟ وابو عمر ايش فهمه باللغه العربيه ابو معاذ؟ ترى زحمه هالسؤال هذا انت اللي بتفهم في اللغه العربيه؟ اقول لك كنت ان اصل قبلك تقول لي مين اللي وصل؟ والله انا افهم من ابو عمر باللغه العربيه صراحه يعني. يا استاذ سيف لو سمحت، اولا ليش التجاوز؟ لا صديق ابو عمر، انا امزح ويا ابو عمر، مو ثواني بس بالله عليك، ثواني. انت عارف ومتاكد ان انا لساني حاد، وعارف ان انا معايا اخوه على الجست ترى لسانهم حاد، فليش انت تاخذ الحوار في السكه ديت بكل ادب؟ لا جاي اقول لك ابو عمر صديقي، ايش بيك ابو معاذ؟ شو يا عمي طيب معلش، بس انا بكل معجم الخوئي جزء 16 اي صفحه؟ صفحه 157. قال ابو معاذ انا غدير خم كادت ان تكون متواتره. اذا في واحد عربي موجود في البث يقول ان كادت ان تكون معناها انها كانت، والله انا بطل حوار خالص.
والله نعتزل هذا الحوار بالمره. تعرف ليش تعتزل؟ لأن السيد يقول لم ينكره إلا المعاند المكابر. تكلم عن التواتر. اولا يا ابو حاتم انت ايش بيك ابو حاتم؟ ابو عمر يعني صاعد وابو معاذ صاحب اللايف، انت زحمه ترى ايش بيك؟ يا سيف فقط اصبر علي ما بيش. لا توجه حديثك لي، لا توجه حديثك لي. انت الذي تكلمني، انا ما كلمتك اصلا. لا تلطم علي، انت جالس تلطم وتعبيد من الاول وانا صابر عليك. انا في لغه العرب. انا نزلت بالله عليكم. ثواني انا نزلت كنت بتيجي في المناظره خلاص، يلا بتعالى في المناظره. يا سيف لا بالله عليكم طاقتك الوجهيه ثواني بس. الفرعون النار الشفاء أصحش من الفضاء قومت من دون لي شو من ضل الصباح